المنتخب السنغالي ما كاين لا سحب الكأس ولا غرامات ردعية ولا توقيف المدرب مدى الحياة. بالمختصر الشديد، حنا المغاربة اللي حنانين كنصبروا وكنسكتوا، نزلوا علينا حنا بالعقوبات. دابا السيباري 3 المباريات، حكيمي 2 ديال المباريات، و 350 ألف دولار كغرامة. خصني نعرف علاش. حنا الجمهور ديالنا هو اللي كلا الدق، حنا الملاعب ديالنا هي اللي تخربت، حنا الاخ ديالنا هو اللي كان عيموت حارس الامن، حنا اللي توهنا والصحف العالميه والدوليه كتبت على نهائي كاس افريقيا ما قدرناش نتمموه بخير. شكون هو اللي شكون اللي داير دابا؟ شكون هو الضحيه هنايا؟ المنتخب السنغالي اللي 11 لاعب خرجوا من مباراه اكثر من 17 دقيقه. الجمهور ديالهم هو اللي خرب، هو اللي هرس وهو اللي ضرب. المدرب ديالهم اللي تكشف باللي كانت مخططات وباللي هو شابر الفلوس من الجزائر وباللي هادشي هذا كامل كان مخطط باش يطيحوا من سمعة المملكة المغربية، باش يحرموها من تنظيم النهائي ديال كأس العالم. هادشي هذا راه معروف. وتفرش باللي المدرب السنغالي كانت محاكاة سياسية وما عندها حتى شي علاقة بالكرة، يعني كان خصو يتوقف مدى الحياة. واللاعبين اللي انسحبوا من الملعب اكثر من 17 دقيقة بدون حق، وعاد الحكم صفر على نهاية المباراة. هادشي هذا كامل ما نبقاوش نقولوه ونعاودو نقولوه. دابا السيباري وحكيمي توقفوا 350 ألف دولار. ايوا المنتخب السنغالي اللي عامل كل شيء شني؟ ما كاين لا سحب الكاس ولا غرامات. حتى ديك 20 مليون دولار اللي كنا كنسمعوا ما كاين منها والو. كاين 650 ألف دولار، يعني الغرامه ديالنا حنا مضروبه في جوج فقط. شكون اللي عمل هادشي هذا كامل؟ شكون سحب من الملعب؟ شكون اللي عمل فوضى؟ شكون اللي هرس وخرب؟ حنا ما عملنا والو. المنتخب المغربي بالعكس حنا اللي كنا الضحيه، وحنا اللي كنا كنرغبوا المنتخب السنغالي يكمل على المباراه. وفي الاخير شكون دائما اللي كيسكت وحنين وما كيغوتش وما عيبقاش؟ هما المغاربه، يعني هما المنتخب المغربي. كتجبرونا حنايا دائما، كتعلقوا الشماعه ديالكم علينا. والسي القجع هادشي هذا راه ما كيتسكتش عليه. واش حنا الطموح ديالنا كنا كنتسناو سحب الكاس وتوقف المدرب مدى الحياه و11 لاعب يتعاقبوا، في الاخر عتولي الغرامه لينا حنايا والعقوبه لجوج اللاعبين ديالنا حنايا، والمنتخب السنغالي كيتفرج. والله العظيم الا هادشي هذا غريب، ولا كاين شي حاجه تما حنا ما كنعرفوهاش يمكن. ولكن باش تقول لي القجع عارف وشايف هادشي هذا اللي حنايا مراتين في السبه ديالو وهو صابر عليه، ما نعرف. الا كانت شي حاجه كتطبخ حنا ما عارفينهاش عاود ما نعرف. ولكن باش انا اللي منظم وانا اللي موكلك ومشربك الملاعب ديالي، وفيما توقفوا على شي مباراه حنا اللي كنظموها وفي الاخير عتردوا لنا الجميل بالعقوبات وبالتوقيفات، والمنتخب السنغالي كيتفرج. عاطيني المدرب جوج ديال المباريات والغرامه مضروبه ديالنا في جوج صافي. والله العظيم الا هادشي هذا ضحكه مهزله. ولا زيدتي السي القجع قدمتي الملف ديال 2028 صافي بارك علينا. ما كاين لا افريقيا ولا والو. اللي عنده شي مباراه وما عنده شي الملعب يلعبها في فوتبول صاله، واللي عنده شي كاس ولا مجبر فين ينظمها في ملعب القرب اللي عنده في الاحياء ديالو. خليونا حنايا نلعبوا واخا غير الفرق الوطنيه ديالنا والمنتخبات ديالنا بركه. حنا ما عنجيوش عندك مساله ديال المؤامره، ولكن هادشي هذا راه كيضحك عليه العالم. دابا ديك العالم والصحف والقنوات الدوليه اللي كتبت وكتسنى شنو غتردوا عليها؟ هادشي اللي غتردوا عليها العقوبات على المنتخب المغربي. والله العظيم الا تبهديله. وزيدوا الكاف هي اللي كتبهدل، والعالم عرف شنو كتسوى الكاف. حنا ما نقولوش فحال الجزائري الماتش يتعاود او لا والو. حنا نقولوا المنتخب المغربي اسود الاطلس غيبقاو لكم دائما شوكه في الحلق ديالكم تحت شعار الله الوطن الملك وعاش الملك.